صباح الفل. واحد اسمه محمود حمدان، يعني احنا ما نعرفوش تقريبا. طلع يقول مسلسل فهد البطل بتاع احمد العوضي عامل فيه دور الاب والابن، فاضله الروح القدس، تشبيها يعني لقصة التجسد الخاصة بالمسيحيين. انت ليه بتدخل الدين في الموضوع؟ طب ما تشبهه بحاجة عندك. طب ما الدور ده اتعمل قبل كده واتهرس وقصة قديمة وما إلى ذلك. انتوا بتقدموا ايه جديد؟ ايه اللي دخل الدين اقحمه كده؟ ايا كان الدين في دور بيعمله واحد. كل مسلسلاتكم عنف وبلطجة، يا دعارة يا مخدرات يا وما إلى ذلك. هو ده اللي احنا بنشوفه في رمضان. بس anyway عن المحتوى، واحنا بنبعد عن المحتوى لان احنا مش فاضيين نتفرج على مسلسلات. ايه اللي دخل الدين؟ لا مساس لأيا كانت المقدسات الدينية، لا تمس حاجة ليها علاقة بالدين اليهودي ولا الدين المسيحي ولا الدين الإسلامي، محدش هيسمح لك. يعني ما تجيبش تشبيه، ده عامل دور، يعني ده دور اتعمل قبل كده واتهرس 100 مرة، ومحمد رمضان عمله 100 مرة، ومين فلان عمله 100 مرة، الأب من قديم الأزل بيعملوا، فهو ما قدمش حاجة جديدة يعني. تمام؟ فبلاش إقحام الدين. دلوقتي ممكن يطلع محامي يقدم ضدك. محمد حمدان ده يا جماعه انا معرفوش، بس لما عملت سيرش قلت اشوف مين ده، يمكن شخصيه عامه ولا حاجه مهمه قوي في الدوله. طلع ان هو مسلسل، يعني اللي بيألف مسلسلات من ضمنهم حق عرب بتاع احمد العوضي تقريبا السنه اللي فاتت. فليه تقحموا الدين في هذه الامور؟ محدش هيقبل، لا مسيحي هيقبل ولا مسلم هيقبل ولا يهودي هيقبل. اتكلم عن محتوى المسلسل، اتكلم عن الدور، اتكلم ان هو اتهرس 100 مره قبل كده، اتكلم في محتوى المسلسل، لكن تشبه حاجه في الدين بده لن نسمح بذلك. فين المحامين الحلوين بقى علشان نرفع قضايا ضده؟ صباح الفل.